السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا خلاص بقى ايام قليلة على رمضان. عايزة اقول لكم اللي انا النهاردة الفيديو حلو جدا. طبعا فيديو اللي احنا هنعلق الزينة مع بعض. بس قبل ما نعلقها مع بعض تعالى اوريكم كده الحاجات الزينة اللي انا او الانوار اللي احنا جايبينها. طبعا انا في الفيديو اللي فات بتاع المشتريات قلت لكم ان انا مش ناويه ان انا اجيب انوار على اساس، او لسه ما كنتش عارفه يعني، على اساس ان احنا عندنا من السنه اللي فاتت انوار وشايلينها ومحافظين عليها وكده. فقلت لكم ان انا ايه، يعني وريت لكم المشتريات اللي انا جبتها بس ما كانش فيه انوار. تعالوا بقى اوريكم الحلويات بقى اللي احنا جبناها المره دي. بصوا بقى، بصوا الجمال والحلاوه. ايه رايكم؟ طبعا الاشكال دي اللي طالعه جديده، اللي هو الحاجات دي اللي طالعه جديده. بس شكله تحفه بجد. هنوره لكم، هوري لكم شكله عامل ازاي. تمام. انا بصراحه كنا جايبينه اللي احنا نعلقه يعني بره، على البلكونه عندنا او على الشباك، على من بره يعني. بس بعد كده بصراحه قلت لا، هو هيبقى شكله حلو هنا في البيت وهيدي الاجواء كده مع الانوار اللي احنا نعمله، اللي احنا هنعملها. وطبعا بصوا بقى هخلي لكم البيت ده انوار المدينه. تمام. لازم الفاتوره تيجي قد كده مش مشكله، المهم ان احنا نفرح وننبسط. فهو شهر مش بيجي مره غير كل سنه بقى. فعايزين بقى نفرح كده وزي ما انتم شايفين اهو، شكله تحفه تحفه تحفه. هو اللونين، هو كان في منه اللي هو شكل الفانوس، وفي منه الهلال والنجمه بس احنا حبينا نجيب اللي هو الهلال اهو، زي ما انتم شايفين، والنجمه والجامع المسجد. تحفه بجد. المسجد بينور نور لون، والهلال والنجمه بينوروا نور. تمام. لون تاني. تمام كده. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه تاني. طبعا انا منتظره بفارغ الصبر الايه، الفيديو ده، عشان الاولاد مصدعيننا وعايزين يعملوا زينه رمضان ومش سايبيننا بقى. شغالين بقى نقول لهم لسه شويه بدري، لا عايزين زينه رمضان. فانا بصراحه بما اني اللي انا بعمل تنظيفات، وانتوا عارفين ان انا بعمل تنظيفات في الشقه، ان شاء الله يعني عايزين نلحق كده ننظف ونعمل الكلام ده كله قبل ما يخش علينا شهر رمضان. عشان انتي اصلا في شهر رمضان هيبقى الوقت قليل جدا، ويا دوبك يعني على الاقل تبقى انتي عملتي الحاجات، انجزتي حاجات كتير. و خلاص بقى علقتي الزينه بتاعتك، وتبتدي بقى تعيشي اجواء رمضان الحلوه، وتبتدي تستمتعي بالوقت وطبعا بالعباده وبالصوم وبالصلاه. ربنا يتقبل من الجميع يا رب. بصوا بقى الحلويات دي، بصوا ايه رايكم؟ طبعا دي في يعني هي بصوا منتشره قوي السنه دي، والناس كلها عليها اقبال رهيب يعني. فاحنا قلنا نجيبها، هي بصراحه شكلها حلو. واحنا عندنا هوريكم دلوقتي من السنه اللي فاتت عندنا برضو ستاير تانية، فقلنا نجيب ستارة النور دي. شكلها حلو قوي وفيها اشكال زي ما انتم شايفين، هي نجمه ومسجد كده، والمسجد فيه شكل فانوس، وفي شكل بكار. بص كيوت ازاي، شكله حلو قوي. بكار والرشيدة، لا بس هو بكار بس. تمام. وفي اللي هو فنانيس. اهو في اللي هو بوجي وطمطم اهو ماسكين فانوس كمان. شايفين عامله ازاي اهي. و اهو ده بوجي. طبعا طمطم القمر كان رمضان، وبتنور انوار حلوه، واحلى حاجه فيها اللي هي معاها الريموت بتاعها. بصوا الريموت اهو. تمام. حلو قوي اهو. يعني اللي انت بتتحكمي في الاضاءه بتاعتها، عايزه تعلي الاضاءه قوي، عايزه. هي طبعا انا جايباها اللون بتاعها ابيض كده، في اللون اللي هو الاصفر. يعني بتدي ابيض بتدي اصفر، ما بتديش الوانات تانية. انا ما حبيتش اجيب اللي هي في منها الوانات طبعا، اللي هي اصفر واحمر واخضر والالوانات الكتير دي. بس انا حبيت ان انا اجيب اللون الاصفر، بحسه اللي هو مريح للعين وهادي كده، وبيدي اجواء كده حلوه بصراحه. تمام. فحبيت اخلي المره دي بقى يبقى الاجواء هاديه شويه، ما يبقاش فيها الوانات كتير. واللي هي الالوانات هخليها مثلا بره، تتعلق بره من على الشارع من بره، مثلا في الاوض، احط في الاوض عندنا كده يعني. تمام. دي برضو ستارت النور اللي احنا جبناها.
جبنا ايه كمان؟ بصوا بقى، حبيت اللي انا طبعا افرجكم على المشتريات الاول. جبنا بقى الفانوس الجميل ده. الفانوس ده اللي هو ايه، اللي هو زي بتاع ايكيا وكده، هو اصلا نفس شكل بتاع ايكيا. تمام. حلو قوي وطالع، هو في منه الوانات كتير بس انا جبت منه اللي هو اللون ده، اللون اللي هو مدي على سكري كده، اللي هو سكري او بيج فاتح. فانا سالت على الابيض، ما لقيتش، بس الدرجه دي حلوه عجبتني. وفي منه جميع بقى في منه الفوشيا، في منه درجات كتير، بس انا حبيت الدرجه دي حلوه قوي. وسالت على اللون الاسود، كان في اخر قطعه فيه بس يعني كان فيها يعني عيب وكده، فما رضيتش اللي انا اجيبه. بصوا بقى، ده بيتفتح من هنا كده. اه بصوا بقى، بصوا بقى بيتفتح ازاي. هنا بقى هنحط ايه بقى؟ بس انا عايزه امسحه عشان هو فيه تراب. هنحط هنا فيه الشمعه. فاكرين الشمعه اللي انا الشموع اللي انا وريتها لكم، اللي هي بتنور وتطفي دي، انا وريتها لكم في المشتريات المره اللي فاتت. وانا كنت جايباها عشان احطها في حاجه زي كده. فهنحطها مع بعض من جوه كده الشمعيه، بيبقى شكله تحفه تحفه، ويبقى حلو قوي. تمام. وهنحطه كده حلو. الفانوس ده فانوسي بتاعي. تمام. ف مش عارفه بقى، المهم هنسيبه كده زي ما هو، عشان لسه هنحط فيه الشمعيه بتاعته. وايه بقى؟ بص بقى حلو ازاي، حلو قوي حلو قوي. يلا بينا بقى ايه على اجواء رمضان، وهعيشكم بقى ايه الاجواء بتاعتنا النهارده، واوريكم الانوار وهي بنعلقها وكل حاجه. تابعوا معانا التفاصيل. و اللي وصل الوقت ده من الفيديو حطوا لي اللايك والاشتراك، وطبعا ما تنسوش الكومنت بتاعكم في التعليقات، قولوا رايكم في الفيديو. ويلا بينا نكمل بقيه الفيديو مع بعض. وحاول الضرب يا رمضان، وحاول طول ما انتم مكاسر فرحان الصغير هكا والوان، طول ما انتم مكاسر فرحان الصغير هكا والوان. الله الله، يلا بس. الله. والناس بتقول مشي بالله عليك يلا يا مان كويس. يلا شغل، يلا شغل. افري تحفه يا سيد، شكلها تحفه قوي. دي اجواء تحفه تحفه، وشكلها حلو قوي على الستاره. ما شاء الله ما شاء الله، حلو قوي. الله، بس النور جميل تحفه. ما شاء الله. بصي ما شاء الله، شكلها حلو قوي يا سيد. مع النور اللي فوق، اللي في بيت النور اللي فوق اللي احنا عاملينه ده تحفه. الله، انت كده بتعمل بروموت؟ هي بتعمل درجات ولا بتعمل ايه؟ كل رقم ليه حاجه. قول تعالى كده. مدام كريم فتح يا علم 30 في انا وسعاده. انا بس الله، عادي قمر يعني. لا 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 يلا حبايبي وصحابي واخواتي من كل مكان، من داخل مصر ومن خارج مصر، كلكم طبعا على راسي من فوق. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. الفيديو المنتظر والمفضل لقلبي، وطبعا البنات كانوا مبسوطين زي ما انتم ما شايفين، وحابين وحبينا كده نعيشكم الاجواء بتاعتنا على طبيعتها.
يا رب الفيديو يعجبكم كده وتكونوا دايما مبسوطين في حياتكم ويديكوا الصحة كده والعافية. طبعا انا هنا جيت بقى عشان اطلع بقية الحاجات عشان ننجز وقت يعني، لان احنا ما شاء الله كان في حاجات كتير هتتعمل. عايزه اقول لكم البنات واقفين اهو جنبي بياخدوا مني الفوانيس، مش صابرين حتى اطلعها من قلب الشنط بتاعتها. طبعا بصوا الحاجات لما بتتشال من السنه للسنه وبتحافظي عليها بتبقى زي اكنك لسه جايباها السنه دي. عايزه اقول لكم اللي انا اللي كنت فرحانه مش البنات. اصحى يا نايم. خد يا بابا. اصحى يا نايم. صحي النوم. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي، بصوا يعني الفرحة اظن باينة عليا قوي يعني. انا بحب اجواء رمضان، وعايزة اقول لكم ببقى حابة يعني اللي انا اعمل اجواء رمضان دي من بدري جدا. يعني اصلا رمضان بيبقى جاي عندي في البيت من قبل رمضان بحوالي شهرين 3 كده، فاهمين يعني اللي هو بنبقى مستنيينه بفارغ الصبر بصراحة. عشان بجد بيغير المود كده وبيخليكي نفسيا مرتاحة، والأجواء دي بتعيشك بقى أجواء ما كنت في بيتك مع أهلك وأخواتك واللمة، ويعني تفاصيل كتير تفاصيل كتير حلوة قوي. وتعالوا كده اوريكم بقى الشبكة اول ما اتركبت دي، الشبكة اللي هي الهلال والنجمة تحفة، برضو تحفة زي ما انتم شايفين كده، اضاءتها حلوة قوي. في منها اللي هي الملونة، بس أنا عندي اللي هي الصفراء يعني يعني حاسّاها اللي هي في الشقة، يعني عشان أنا جِبت التانية برضه صفرا عشان يبقوا الاتنين زي بعض كده. وزي ما أنتم شايفين برضه الهلال تحفة، 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 الهلال والجامع والنجمة حلوين أوي. بُصّوا بقى لمّا أشغّله دلوقتي هيبقى عامل إزاي، بُصّوا من بعيد حلو إزاي. وهنا برضه علّقت اللي هي العُليقة دي، بُصّوا بقى المنظر تحفة يا جماعة، خرافة بجد. هو أصلًا يعني على رأي جوزي بيقول لي هو مش محتاج أصلًا أنوار تانية حواليه، هو بس يكفي، يعني هو أصلًا منوّر لنا الشقة كلّها. عايزاكم تكمّلوا الفيديو لغاية آخره كده عشان تشوفوا الأجواء الرمضانية عندنا عاملة إزاي في الشقة، ونعيّشكم كده معانا رمضان في شقتنا. عملنا شقتنا وعملنا بيتنا بيت مدينة الأنوار. هنا بقى جيت عشان أعلّق برضه جنب، يعني أنا قُلت هاعلّق كده إيه جنب الهلال والنجمة والجامع هاعلّق اللي هو الفرع ده. ده فرع كده وفيه الشخصيات بتاعة فوانيس بقى وشكشك، عم شكشك، وكان في فانوس وطمطم ماشي، وبوجي واسمها إيه التانية دي، بسنت اللي هي بسنت ودياست دي. أنا عارفة على فكرة الشخصيات كلّها، وباحب الشخصيات كلّها بصراحة. كنت عايزة أجيب اللي هي الشخصيات اللي هي الدباديب وكده، إن شاء الله هانزل أجيبها بإذن الله، بس يبقى معايا وقت وهانزل أجيبها وهابقى أوريها لكم بقى في فيديوهات تانية، تمام. لسه بقى إحنا الحمد لله، أنا أصلًا عايزة أقول لكم إن الفيديو ده مصورة، يعني أنا أصلًا مصورة الفيديو ده ومعلقة الزينة عندي في الشقة بقى لي شوية كتار، حوالي يعني مثلًا أسبوعين كده، تمام، داخلة يعني في الأسبوعين، تمام كده. فعايزة أقول لكم لأ، يعني رمضان يعني زينة، يعني مش عارفة الناس اللي ما بتحطش الزينة في شقتها بتحس بأجواء رمضان إزاي. بُصّوا ده بقى اللي هو رمضان كريم، كنت بافكّر إن أنا أحطّه برّه، وفعلًا أنا حطّيته برّه يعني، قُلت إيه يعني صراحة الشقة اتملت كلّها أنوار، فقُلت رمضان كريم دي حلوة أوي، هاحطّها من برّه كده. وتعالوا بقى ناخد جولة كده سريعة، ده كده دخلة باب الشقة أول ما بنخش بنشوف المنظر الجميل ده. حطيت الفرع ده هنا كده الأصفر ده، وهنا برضه حطيت الكُشَن ده عليه رمضان كريم، برضه في الدخلة كده عشان أول ما حد يدخل نقول له رمضان كريم. عليه صورة بكّار وفوانيس وطمطم بوجي. وهنا بقى دي إحنا بنحطها كده، هي المفروض كانت بتلِف بس ما بقِتش بتلِف، فهي أصلًا من السنة اللي فاتت، فقُلت أحطها كده تدّي إيه، نور يعني. ومديّة ألوانات كده حلوة. وهنا برضه اللي هي العُليقة دي حطيتها كده مكتوب برضه عليها رمضان كريم ورمضان يجمعنا وفرحة رمضان، وعليها بقى الأشكال اللي هي شخصيات بتاعة رمضان، فوانيس وبوجي وطمطم. أنا باحب أوي يا جماعة فوانيس وشخصيات رمضان جدًا زي ما قُلت لكم، فباحب يعني أجيب حاجات كده تبقى برضه يعني المكان كلّه لامس كده حاجات رمضان، فاهمين؟ أكيد فاهمينّي. تعالوا بقى كده أورّيكم، بُصّوا بقى يعني بجد زي ما أنتم شُفتوا كده هي كانت تحفة بجد، يعني اللي هي
الشبكة دي بجد عجبتني قوي. كان في اللي هي الشبكة اللي هي فيها كور دي، بس قلت ايه مش عارفة ما عجبتنيش قوي يعني. دي اكتر، دي عجبتني اكتر. هنا بقى الكوشنات الجميلة بتاعت رمضان. انا بصراحة كنت ناوية اجيب تاني، بس ما نزلتش خالص، فكنت مستعجلة الصراحة بفرش رمضان بقى ونحس بالاجواء وكده. فده يعتبر فرش مؤقت، ممكن اجيب حاجات تانية وابقى اوريها لكم. تمام. وزي ما انتم شايفين بقى، بصوا الاجواء كده، دي قعدتنا هنا عند الركنه. وزي ما انتم شايفين الكوشنات، والكوشنات الرمضانيه برضو حاجات بسيطه كده وهاديه في المكان، مديه روح حلوه. تمام. وفي نفس الوقت معيشانا كده اجواء رمضان. وبصوا عايزه اقول لكم ان الفرش ده كله غسلته بكياس المخدات بالفرش اللي محطوط كل حاجه، ومسكت الشقه نضفتها. والحمد لله يعني، لان ما ينفعش ان انت ايه تفرشي حاجات الرمضانيه دي وانتي يعني شقتك مش نظيفة. لا، لازم تنضفي الأول عشان تطلعي الطاقة السلبية اللي في قلب البيت وتحسي بطاقة إيجابية كده. الموضوع ده كله هيشجعك اللي انتي أصلا تفرشي فرش رمضان وانتي مرتاحة نفسيا كده، خلاص شقتك بقى نظيفة وكله تمام. هنا بقى كنت بوريكم الشموع، وحطيت برضو اللي هو الهلال واللي هو الديكور اللي هو الهلال المحطوط الخشبي ده. وهنا بقى زي ما انتم شايفين المفرش السفرة التحفة ده. طبعًا ده بالأشكال اللي عليه الرمضانية محسّساني بأجواء رمضان لوحده يعني. أنا كنت ناوية أجيب مفرش تاني، بس قُلت خلاص أنا جِبت حاجات. إن شاء الله كل سنة باجيب حاجة يعني على الحاجات اللي بتبقى يعني عندي أصلًا. تمام. فحاولي إن أنتِ تجيبي على قدِّك، مثلًا تجيبي كل رمضان يعني حاجات بسيطة على الحاجات اللي عندِك. هتلاقي أصلًا عندِك كل رمضان، كل أمّا ييجي عليكِ رمضان هتلاقي عندِك كمية حاجات رهيبة. هنا بقى كنت باوريكم الكعبة القمر دي، بصوا حلوة إزاي، جميلة، جميلة. أنا لسه على فكرة ما جرّبتهاش، هاجرّبها معاكم بإذن الله وأشغّلها معاكم. وبس قولوا لي في الكومنتات بتستعملوا بخور ايه، اللي هو البخور السايب ده، عشان انا اصلا عمري ما جربته. فقولوا لي بتستعملوا ريحة ايه ونوع ايه. قولوا لي برضو. بصوا الفانوس القمر ده الفانوس بتاعي، بصوا حبيبي ده بجد. حطيت فيه الشمعية كده الجميلة دي، وكان قمر قمر. وهنا بقى ايه زي ما قلت لكم، دي بقى اللي هي شبكة الهلال والنجمة. والفرش بقى بصوا كل حاجة مرتبة ونظيفة وكله تمام. مفيش بس غير المروحتين دول مش عارفة، مش لاقيه لهم مكان خالص، فسبتهم هنا مؤقتا يعني بشكل مؤقت. وهنا كل حاجة الكوشنات مترتبة كل حاجة. وده النور بقى اللي هو بره اصلا، اللي هو بره بصوا مدي اضاءة جوه في الشقة ازاي. حطيت فرع كده بيلون كده على على الشباك من بره. وبرده حطيت رمضان كريم على فكرة، بس مش هعرف اوريها لكم، هبقى اوريها لكم برده في فيديو تاني لان انا ما عرفتش اوريها لكم في الوقت ده. تمام. وحطيت برضو شبكة وأنوار، هوريلكوا الأنوار اللي بره بس زي ما قلت لكم في فيديو تاني. هنا بقى علقت اهو اللي هو الفرع ده جنب الهلال والنجمة. قولوا لي كده شكله حلو ولا احط الفرع ده في مكان تاني مناسب، واسيب بس الهلال والنجمة في المكان ده بس. قولي لي برضو، هستنى رأيكم في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون كل حاجة بشاركها معاكم بتفاصيلها، عشان دي بتبقى ذكرى بوثقها عندي على القناة. في نفس الوقت باحب أشارك معاكم الحاجات عشان تقولوا لي برضه رأيكم. هيهمني لأن أنتم بجد أنا اعتبرتكم عيلتي التانية. ويا رب يديمكم نعمة دايما في حياتي، دايما بقول الدعاء ده. ودايما كده ربنا يفتح لكم باب الرزق يا رب، ويفتح لي باب الرزق ويكرمكم. عايزاكم كده تحطوا لي اللايكات الكتير. اللايك مش هيأثر معاكي في حاجة، ولا هو ببلاش بس انتي بتدعمي اختك. بتحط لها اللايك وتفعلي زرار الجرس على كلمة الكل وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد مني ومن قناتي. وان شاء الله انتظروا فيديوهات جديدة، وبإذن الله هنزل لكم على طول فيديوهات. عايزاكم تشجعوني كده وتدعموني بكلامكم الحلو في الكومنتات، ومستنيه رأيكم اهم حاجة. ويا رب يكون الجولة كده في الريسبشن مع اجواء رمضانية مع زينة رمضان عجبتكم. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم على الجميع. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. سلام.